السلام عليكم، اهلا اهلا. يلا بينا نعمل حلة محشي ورق عنب بالفراخ في حلة واحدة. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا ونقول بسم الله. واول حاجة هبدأ بيها هي البصل. معايا بصلتين كبار هقطعهم مكعبات صغيرة. كمان معايا خضرة شبت وبقدونس، حابين تستخدموا كزبرة في المحشي تمام زي ما تحبوا. انا ما بحبش احطها في المحشي لانها بتدي طعم غريب بصراحة للمحشي، فبحط شبت وبقدونس فقط لا غير. وبقطع الطماطم هي كمان صغير علشان احطها في الخلاط. الطماطم بعد لما احطها في الخلاط هحط عليها حوالي نص كوباية مية او كوباية مية، واعصرها كويس جدا في الخلاط. طبعا كلنا بنعرف نعمل محشي ونعرف نعمل صلصة المحشي، بس انا حبيت اشارك معاكم الوصفة النهاردة. لتسبيكة الطماطم هنحتاج حلة على النار فيها شوية من الزيت. للبهارات هضيف من كل حاجة معلقة صغيرة كمون، فلفل اسود، ملح، بابريكا، مكعب من المرقة، كمان معلقة صغيرة من السكر. مجرد بس ما البهارات اشم ريحتها كده وتتشوح في الزيت حاجة بسيطة هضيف البصل. واول ما البصل يدبل كده وياخد تشويحة حلوة مع البهارات والزيت هضيف الطماطم اللي ضربناها في الخلاط. هنقلبها كويس ونغطي عليها ونسيب الطماطم تتسبك. للفراخ بقى هنحتاج حلة على النار فيها مكعب من الزبدة، ومعايا الفراخ هكون غسلاها بخل وملح وليمون كويس جدا ومصفياها من المية واشوحها في مكعب الزبدة اللي احنا حاطينه. الفراخ معايا لازم تاخد تشويحة كده ولون حلو من الجنبين. وبعد لما شوحنا الفراخ كويس جدا وخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده هضيف عليها المنكهات بتاعتي او البهارات. معايا هنا بصلايه صغيره، ورق لوري، حبهان، قرفه، عيدان قرفه كده صغيره، ومرق الدجاج، وكمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وممكن كمان نضيف رشه من السكر. انا مش هحط خالص ملح على الفراخ لان الفراخ فيها مرقه وتسبيكه المحشي فيها مرقه وملح، فلما اجي احط الفراخ تحت في الحله الصوص اللي بينزل من المحشي هيطعم لي الفراخ ويخليها مش محتاجه ملح خالص. بعد لما ضفنا البهارات هنضيف كوبايه من الميه نغطي عليها ونسيب الفراخ تستوي نص سوا. نيجي بقى للرز، والرز معايا هنا مغسول كويس جدا ومتصفي كويس جدا جدا، ما فيهوش اي سوائل. هغسل بقى الخضرة بتاعتي كويس هي كمان واصفيها وبعدين اضيفها على الرز وهقلبهم مع بعض كويس. وهضيف الصلصة هي كمان بعد لما اتسبكت واقلب الخلطة دي كويس جدا مع بعض. وهندوق خلطة المحشي، لو محتاجة شوية من الملح او الفلفل الاسود هنضيف لها. كمان ضفت لها شوية من الزيت. ورق العنب بنجيبه نسلقه في مية مغلية ونحط عليها نص ليمونة معصورة ومعلقة صغيرة من الزيت ورشة من الكمون. يا دوب بس الورق ياخد كده غلوتين 3 في المية على كل جهة، وبطلعه ياخد شطفة سريعة كده تحت الحنفية، وبعدين احطه على مصفى يصفي المية الزيادة اللي فيه. وببدأ احط كل ورقة واحشيها بنفس الطريقة دي كده، ونحاول على قد ما نقدر ما نكترش الحشو علشان الورق ما يفتحش مننا بعد السوا. وهنا الحمد لله كنت خلصت الكمية كلها اللي كانت معايا. في نفس الحلة بقى اللي عملنا فيها الفراخ هحط شرايح من البصل، كمان ممكن نضيف عيدان ورق العنب بتدي طعم ومزازة حلوة جدا للمحشي. مش قادرة بقى اوصف لكم البصل ده بيبقى عامل ازاي بعد سوى المحشي، بياخد من تطعيمة الفراخ وتطعيمة المحشي بتنزل كلها فيه وبيبقى مكرمل كده ولذيذ جدا جدا. بنبدأ بقى نرص الفراخ الأول على البصل وبعدين نرص الورق العنب. للمرقة بقى اللي هنسقي بيها المحشي معايا مية سخنة مغلية هضيف عليها معلقتين ل3 معالق كبار من الصلصة متبقية من صلصة المحشي أو التسبيكة بتاعة المحشي، وكوباية المرقة اللي صفيتها من الفراخ وأنا بسويها. هنقلبهم كويس جدا مع بعض وهننزل بيهم على المحشي. المحشي عندنا لازم يكون متغطي يا دوب كده حاجة بسيطة. هنحط المحشي على النار على نار عالية في الأول، وبعد لما يتشرب هنهدي النار خالص ونسيبه يستوي تمام.
يا سيدي يا سيدي، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجة كده تفتح النفس بجد. ورق العنب ده من الحاجات كده المميزة، مش عارفة ازاي في ناس لسه لحد دلوقتي بتاكل كل انواع المحاشي الا محشي ورق العنب. يعني فايتهم كتير بصراحة، خصوصا الناس اللي ما بتعملش الطريقة دي، ان هي تحط الفراخ او اللحمة في نفس الحلة مع المحشي يستووا سوا. الفراخ بتاخد تطعيمة حلوة جدا من المحشي، والمحشي كذلك. اللحمة برضو نفس النظام، لو عملتوها اعملوها بالطريقة دي، حلوة جدا جدا وهتعجبكم الطريقة. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.